وقد تم اليوم بمقر الاتحاد الافريقي بأديس أبابا تدشين نافورة تقليدية مهداة من المملكة المغربية إلى المنظمة الافريقية من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فاقي محمد. وتم هذا التدشين الذي يأتي على هامش الدورة 44 للمجلس التنفيذي والقمة 37 للاتحاد الافريقي خلال حفل كبير حضره وزراء خارجية الدول الإفريقية ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ومفوضي الاتحاد الإفريقي وكبار مسؤولي المنظمة الإفريقية وعدد من الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي ووسائل الإعلام. وتعكس هذه النافورة التي تم تثبيتها ببهو مقر الاتحاد الإفريقي أصالة الصناعة التقليدية المغربية وبهاء الزليج المغربي الأصيل.